السلام عليكم، معكم عبد الرحمن، ورجعنا لكم فيديو جديد بعد اسبوع كروي حافل. شفنا فيه تألق للمنتخب الاردني في كأس اسيا، فوز كبير للنادي الملكي على الوضيع الكتالوني. يلا نبدا حلقتنا ونبلش اخبارنا في هذا الاسبوع بفوز المنتخب الاردني على الماليزي ب 4-0 ضمن منافسات كأس اسيا، وحسب الذكر النجم العربي الاردني موسى التعمري تألق في هذه المباراة وتسجيله هدفين. بهذا الفوز يتصدر الاردن مجموعته، وبتوفيق لمنتخبنا الاردني بالمباراة القادمة ضد كوريا الجنوبية. اما عن باقي منتخباتنا العربية المشاركة، كان الانتصار حليف للمنتخب العراقي والاماراتي والسعودي، والتوفيق لكل المنتخبات العربية. اما الان راح نروح من كأس اسيا المقام في قطر الى نهائي كأس السوبر الاسباني المقام في السعودية، اللي قلت لكم انه راح يكون اسهل لقب لريال مدريد بعد ما تم القضاء على برشلونة. اثبت يلا، اثبت ايدك تحت، ايدك تحت. وشل اركانه بنتيجة 4-1 بعد تألق كبير للاعب فينيسيوس وتسجيله هاتريك في شوط واحد. بمناسبة هذا الهاتريك حاب اقول لكم انه اخر لاعب سجل هاتريك في الكلاسيكو هو كريم بنزيما. اما عن برشلونة اللي تم التحفيل عليه من ثاني حلقة، حاب اقول لكم انه صار خصم ضعيف امام ريال مدريد. واذا بدك تسألني ليش راح اقول لك انه اخر 3 مباريات خسرتها برشلونه من ريال مدريد، 2 منهم كانت بنتيجه 4. اذا بدنا نحكي احصائيات لهذا الفريق المهزوم فهي راح تكون على النحو التالي: عدد مباريات هذا الموسم هو 9، انتصر في 4، خسر 5، لقى فيهم 18 هدف وسجل 15. هذا الفريق بيستاهل انك تشجعه او حتى توقف معه؟ الصراحه لا. المهم انا وكل المدريديين مبسوطين بفوز النادي الملكي وتعثر واستمرار تعثر برشلونه. في نهايه الحلقه حاب اذكركم بدعاء لاهلنا في كل مكان. كان معكم عبد الرحمن، لا تنسوا لايك وسبسكرايب، والسلام.